بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه رأيكم في الحلاوة والجمال ده؟ مكونات بسيطة من بيتك تعملي احلى قرص لعيالك. الاولاد عندي طلبوا قرص فقلت لهم يلا نعملها مع بعض. مكون بسيط جدا، 700 جرام من الدقيق زي ما انتم شايفين كده، ومعانا كوب لبن رايب وكوب سمنة على زيت. بس تعملي سمنة بس اعملي، عايز تعملي زيت اعملي حسب ما انت حابه. معانا كيس خميرة وكيس فانيليا. اول حاجة فضينا الفانيليا بتاعتنا كده، وكانت ريحتها تحفة وجميلة جدا وطرية. وبعدين فضينا كيس الخميرة مع بعض زي ما انتم شايفين كده حبايبي. هنقلب المكونات دي كويس في بعض كده. قلبي المكونات بتاعتك كلها في بعض كويس، وحط ذرة ملح عشان ايه ما جاتش في الفيديو. وهنحط برضو مكون تالت، سكر، معلقتين من السكر. لو هو ناعم عندك عادي، مش ناعم ممكن تطحنيه. بمعلقتين من السكر. وبعد كده هنحط السمنة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، سمنة على الزيت. وبسينا كده الدقيق، غلفنا الدقيق بالسمنة. بتدي نتيجة حلوة وطعم وريحة أحلى. بعمل القرص بالطريقة دي على طول، جميلة، بتبقى جميلة وسهلة. مكونات بسيطة جدا من بيتك. اهو ببس كويس الدقيق كويس كله، مبسيبش فيه حاجة. اهو بوريكم لما يعمل كده تعرفوا ان هو اتبس كويس. وبعد كده بحط اللبن الرايب اهو. عايزة تحطي لبن رايب حطي لبن، بس يعني لبن رايب بيبقى جميل. لو عندك لبن قطع في ولا حاجة حطيه في اكياس، حطيه في التلاجة. بقول لكم معلش ما بعجنش بايدي اليمين عشان ايدي مفتوحه. فصلوا على النبي حبايبي. وبعدين جبنا كوبايه من الميه زي ما انتم شايفين كده، حطينا نصها وهنعجن. ولو احتاجنا النص التاني هنحطه، وفعلا احتاجناه هون وحطيناه. اصلا الكوبايه دي كانت مكان اللبن الرايب. استغلي وحطي مكانها ميه دافيه، برضو الميه دافيه واللبن رايب دافي، والسمنه دفتها وحطيت عليها الزيت. شفت العجينه بتاعتنا طلعت جميله وهشه وطريه وقطنيه وجميله ازاي. مكونات بسيطة من بيتك. بوريكم هي بسم الله ما شاء الله تتشكل كمان من قبل ما تخمر. طبعا في الوقت ده كنت انا بسخن الفرن، وحطيت حاجة تقيلة على الفرن، الفرن الكهرباء، وحطيت فوقها بقول لكم هسيبها ربع ساعة بس عشان الولاد مستعجلين. طبعا انا رجعت لها تاني زي ما انتم شايفين كده. بوريكم ان هي بسم الله ما شاء الله اتضاعف حجمها. وكان عندنا حتة عجوة كده عملناها زي ما انتم شايفين، وهنعملها مع بعض بكذا طريقة. طبعا انا خدت حتة عجينة كده بالعشوائي وعملتها عشوائيا كده حسب ما انت عايزة. انا كنت مستعجلة فكنت عايزة اعمل اي حاجة عشان الاولاد عايزين يفطروا كده. اهو دي طريقة تانية برضو. خدت كده وبططتها كده وحطيتها في قلب العجينة زي ما انتوا شايفين، سهلة وطرية، والعجينة هشة وجميلة جدا. انا كنت بعمل فيه من يعني بحب المعجنات. حاجة بسيطة قوي، مش لازم تبقى مكلفة نفسك. في سمسم حطي، مفيش خلاص زي ما انا عملتها كده. واعملي فيها انت اشكال كده بالسكينة عشان تطلع حلوة. مشتركش عندي على القناة في اليوتيوب اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. اهو يعني عملت لكم كذا شكل زي ما انتم شايفين، وكانت جميلة جدا. طبعا ده شكل تاني بوريه لكم برضه اهو، ده من غير سكر ومن غير حاجة زي القرص العادية دي. زي بعد ما طلعت زي ما انتم شايفين كده اهو. ايه رأيكم في الجمال ده والحلاوة؟ بوريكم التسوية وبقول لكم طبعا انا سبتها فوق الفرن ربع ساعة خمرت بعد ما دفيت الفرن وطفيته. ورجعت تاني شكلتها ورجعت شغلت الفرن ربع ساعة تاني وحطيتها فوق. يعني يعتبر الخمر بتاعها كان عبارة عن الفرن ربع ساعة في ربع ساعة. وبوريكم الجمال والحلاوة اهي، وهتشوفوها من جوه. طبعا عملنا كوبايتين شاي زي ما انتم شايفين. وتعالوا كلوا معانا يا حبايبي، وهوريها لكم دلوقتي. جميلة جدا وطرية، بسم الله ما شاء الله عليها. متنسونيش في كومنت حلو واللايك.